هناك منتخب مغربي ربما أقول ربما الأفضل حاليا عند النظر لقوائم المنتخبات العربية المشاركة، متواجد في مجموعة. شاهد صدمة الإعلام الجزائري بعد الإعلان عن لائحة المنتخب المغربي التي ستلعب مباريات تصفيات كأس إفريقيا مطلع الأسبوع القادم. ولكن قبل ذلك، إذا كنتم من متابعي أخبار المنتخب المغربي، لا تنسوا الضغط على زر اللايك واشتركوا في القناة، وقوموا بالضغط على جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. أهلا بكم. أعلن اليوم المدرب الوطني وليد الركراكي عن لائحة المنتخب الوطني المغربي المشاركة في مباريات تصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا المغرب 2025. وقد ضمت لائحة المنتخب الوطني المغربي أهم اللاعبين البارزين في صفوف الأندية الأوروبية. وقد تكونت لائحة المنتخب المغربي من 3 حراس مرمى، وهم ياسين بونو من فريق الهلال السعودي، منير المحمدي من فريق نهضة بركان، وبن عبيد حارس فريق الجيش الملكي المغربي. وأيضا في خط الدفاع فقد استدعى الناخب الوطني وليد الركراكي كل من أشرف حكيمي من فريق باريس سان جيرمان، ونصير مزراوي من مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى عبد العالي عبقار ويونس عبد الحميد لاعب سانت إتيان الفرنسي، وأشرف داري المنتقل حديثا إلى الأهلي المصري، ثم نايف أجرد لاعب ويست هام يونايتد والذي يقترب من مغادرة النادي، زكريا الوحدي الذي قدم أولمبيات رائعة، إضافة إلى الشيبي وأدم أزنو نجم الصاعد لبايرن ميونخ. وقد ضمت هذه اللائحة أيضا لاعبين من الطراز الرفيع، خاصة في خط الوسط وفي خط الهجومي، فقد تم استدعاء كل من سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا، وأمير راتشاردسون المنتقل حديثا إلى فيورنتينا الإيطالي، بالإضافة إلى البلال الخنوس الذي انتقل صباح اليوم بشكل رسمي إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى النجم الأول في المنتخب ألا وهو نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، واللاعب تيرغالين الذي قدم أولمبياد رائعة مع المنتخب الأولمبي، ثم اللاعب المتألق عز الدين أناحي لاعب أولمبيك مارسيليا بالدوري الفرنسي. أما بالنسبة لخط الهجوم فقد ضمت التشكيلة كل من حكيم زياش لاعب غالاتا سراي، واللاعب إلياس أخوماش لاعب فياريال، وأمين عدلي لاعب باير ليفركوزن، ثم سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، ويوسف النصيري المنتقل حديثا إلى الدوري التركي، واللاعب إلياس بن صغير، ثم عبد الصماد الزلزولي. وبعد الإعلان عن لائحة المنتخب من طرف المدرب وليد الركراكي، خرج حفيظ الدراجي على قناته في اليوتيوب لكي يقارن بين لائحة المنتخب المغربي ولائحة المنتخب الجزائري، ليعبر عن صدمته من الفارق الكبير والمهول بين المنتخبين. هذا وإن كان يعبر عن شيء، فهو يعبر عن خوف الإعلام الجزائري من سيطرة المنتخب المغربي على الألقاب الإفريقية في السنوات القادمة. وهذا ما ذكره حفيظ الدراجي، حيث قال أن المنتخب المغربي يملك جيلا صاعدا قويا، فهو الذي فاز بالأولمبياد في باريس، فهو الذي فاز بالميدالية البرونزية في باريس، وفاز أيضا ببطولة إفريقيا السنة الماضية. فهذا يؤكد أن المنتخب المغربي لديه جيل رائع قادر على فرض سيطرته على القارة السمراء.